لو العيش بيلزق منك على المطرح تعالي هنجيب حبة دقيق زي ما انت شايفة كده على حرف الصينية واحنا شغالين. ليه يا ام يوسف؟ دول بيخلوا لي العيش بتاعي البلدي الفلاحي ما يلزقش مني ابدا في المطرح وانا بخبز. اول حاجة بسمي الله وببدأ القط الرغيف بسم الله الرحمن الرحيم، وببدأ ادخل صوابعي بس تحت الرغيف وببدأ اسمي الله كده وخلاص. الرغيف ما شاء الله اللهم بارك طالما العجينة بتاعته مظبوطة. هنتكلم في الفيديو عن كل حاجة ان شاء الله واقولك ازاي تظبطي العجينة بتاعة العيش الفلاح علشان يجي مظبوط معاكي زي ما بتشوفي كده في الفيديو. وزي ما بتقولي لي العجينه اصلها مؤدبه فعشان كده بتسمع الكلام. ان شاء الله هنعمل عجينه مظبوطه هتريحك من اول رغيف لاخر رغيف وهنشتغل شغل مظبوط. وزي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بيتكلم عن نفسه، حاجه كده حلوه قوي وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك بجد بجد حاجه جميله. تعالي هنتكلم مع بعضنا شويه. وزي ما انت شايفه بريحها على المطرحتين علشان خاطر الرغيف بتاعي ما يلزقش مني في المطرحه. لو انا خبزت على الكبير على طول ولو انا كمان خبزت على الصغيره بس الرغيف بيكون كبير كده وتخين ومكتوم معايا وبيكون كله لبة عجين من جوه. علشان كده بنقول نستخدم المطرحتين علشان نعرف نفرد الرغيف صح وناكل عيش صح. تمام كده. بالنسبة العيش بقى اللي غلي في الأفران اليومين دول فغصب عننا لازم نخبز في البيت ونعمل عيش في البيت من ناحيتين علشان ناكل عيش نظيف وكويس ومضمون بإذن الله كل نعمة ربنا حلوة. وتاني حاجة علشان الأسعار طبعا بقت غالية ولعة والعيش ما شاء الله بنجيبه من الفرن ما بيكملش نص ساعة وينشف معانا. علشان كده هنعمل العيش في البيت وده طبعا الفيديو ده للمبتدئين. كل حاجة ان شاء الله كل المعلومات صلوا بينا على الحبيب هنقولها في الفيديو ونتوكل على الله. وهقول لك كل حاجة علشان تعملي ما شاء الله منتج جميل كده لبيتك وحاجة حلوة. تمام كده. تمام كده هقول لك كل حاجة اللي هتخليكي بإذن الله تعملي العيش البلدي مظبوط معاكي. تعالي هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. كل ما بتسمي الله كده وانت بتقضي مصلحتك ما شاء الله بتطلعي نتيجة حلوة زي ما انت شايفة كده. بسم الله اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. تعالي نبدأ الفيديو بتاعنا ونتكلم شوية كده في حتة العجينة علشان نظبط العجينة بتاعتنا. اول حاجه عندي هنا عندي دقيق بتاعي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك دقيق قمح بلدي طحنينه من الغيط يعني مستخرجينه من الغيط وطحنينه طبعا بعد غسيله وتغربلته والحاجات دي كلها. وبعد كده ده طبعا دقيق قمح بلدي من حوالي من 7 كيلو ل 10 كيلو دقيق. بحط عليهم كيلو واحد بس دقيق زيرو. الدقيق الزيرو ده اللي هو دقيق متعدد الاستخدامات بتاع المحلات. تمام كده. وطبعا معايا الميه بحط عليها كوبايه ميه ساقعه ومثلا 3 4 5 كوبايات من الحنفيه عادي. ده في فصل الصيف. اما في فصل الشتاء بحط الميه دافيه بتكون زياده شويه عن دمعه العين علشان العجين بتاعي يرفع على طول في فصل الشتاء. اما في فصل الصيف بحب ارطب له الميه علشان خاطر ما يشققش معي وما ينشفش معايا من الوش وكمان ما يتبشمش معايا ويرق من النص ويبقى تخين من الحرف. كل الحاجات دي كده بمناسبه الميه بتاعه الصيف لو انا هعجن بميه دافيه في الصيف. تمام. حطيت الخميرة بتاعتي لكل كيلو دقيق معلقة ملح ولكل كيلو دقيق معلقة خميرة. لو في الصيف بقى احط معلقة واحدة بس خميرة، لو في الشتاء بحط معلقة ونص خميرة للكيلو دقيق. تمام. علشان تساعد معايا في رفع الرغيف شوية على طول معايا وكمان يرتاح معايا على طول في العجين وفي الارتياح وكمان في الخبيز. تمام. طيب نزلت بالدقيق بتاعي طبعا زي ما قلت لكم من 7 كيلو ل 10 كيلو دقيق قمح بلدي وعليهم كيلو واحد بس دقيق زيرو. طب مش قليل دقيق الزيرو يا ام يوسف؟ لا مش قليل علشان الدقيق الزيرو عندنا بيكون نسبة الجلوتين بتاعته عالية او العرق بتاعه شديد شوية فطبعا لو حطيت منه كتير مش هعرف ان انا اريح الرغيف سهل. فهمتوني؟ ده اللي بيخلي الناس اللي هم بيقولوا لي مش عارفين نريح الرغيف كويس فبنفرده بالنشابه او بايدينا. ما تكتريش دقيق زيرو قوي بتاع المحلات، حاولي تخلي نسبه قليله قوي دقيق زيرو علشان خاطر يتفرد معاكي العيش بكل سهوله وببساطه خالص زي ما بتشوفي معانا كده. تمام. بدأت العجين بتاعي وطبعا لازم العجين بتاعنا يتلت كويس. لو انا عجنه زيرو بس مش بلت فيه قوي، لو انا عجنه دقيق زيرو بس من بتاع المحلات مش بلت قوي. انا هنا عايزه ازود شويه دقيق كمان يعني بالمره وانا مولعه الفرن وانا عجنه وانا مبهدله نفسي رده ونخاله ودقيق ببدأ ان انا ازود شويه دقيق كمان. جبت حبه ميه على وش العجينه من فوق ونزلت بيهم على الدقيق اللي انا عايزه احطه وعجنتهم على وش العجين زي ما انتم شايفين كده علشان العجينه بتاعتي ما تكتلش معايا وقت العجن. فهمتوني؟ اعجنهم الاول على الوش كده وارجع انزل بيهم في بقيه العجين لان انا لازم ادمجهم كويس في بعضهم لان دول ما فيهمش لا ملح ولا خميره فلازم اعجن العجين كويس علشان يطولوا كله ملح وخميره زي بعضه وفي الوقت نفسه العجين كله يجي جميل. بمناسبه ان انا بدوب الملح والخميره في الميه ده بيأكد لي ان العيش كله يطلع حلو. انما لو انا حطيت الخميره والملح على وش الدقيق ونزلت بيهم على الميه فحته بتكون فيها ملح وخميره وحته ما بيكونش فيها
عشان كده بيطلع معايا رغيف مظبوط وقابب وكويس، والرغيف التاني قعره تخين ووشه رقيق ومحروق ومش حلو. فهمتوني؟ فعلشان كده باكد ان انا ادوب الملح والخميره في الميه الاول، وبعد كده انزل بالدقيق عليه علشان خاطر اتاكد ان الدنيا تمام عندي. وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بتطلعي منتج جميل وحاجه جميله لبيتك ولولادك. وبيني وبينكم العيش بقى غالي قوي في الافران وبقى مش حلو، وطبعا نعمه ربنا كلها حلوه والحمد لله. بس طبعا ما هواش اللي كنا بنجيبه زمان. كنا بنحب قوي عيش الافران لانه كان بيكون جميل ونضيف وحلو والرغيف كبير وكان رخيص. الوقت بقى كل حاجه مش مظبوطه. فهمتوني؟ علشان كده حاولي تعملي عيش في بيتك ليكي ولولادك وتوفري على نفسك وتوفري كل حاجه. ايوه ماشي، بنهلك انبوبه وبنهلك صحتنا وبنهلك دقيق وكل ده، بس تعملي منتج نظيف، حاجه نظيفه حلوه ليكي ولولادك تاكلي منهم في البيت جميله. بلت العجين بتاعي كويس وبختبر حته منه. بعد ما بلته باخد منه قطعه عجينه وبكورها كده وبحطها على وش العجين من في النص كده. لو لقيتها فرشت معايا قوي بزود كميه دقيق بسيطه، يعني نص الطبق كده دقيق، واعجنه في قلب العجينه. طيب لو لقيتها قاعده جامد قوي، يعني مكتله جامد قوي، ببدا ازود نزل واحد ميه اللي هي كوبايه بتاعه شاي ميه والتها في قلب العجين. طيب لو لقيتها مظبوطه خلاص، على كده بنبقى مظبوطه. هنا بقى حاسه ان هي فرشت شويه معايا، وبنسبه ان هو بيكون في الصيف محتاج العجينه تكون ماسكه شويه، برش رشه دي كده والتها في قلب العجينه. لو انا لقيتها فرشت لقيتها مظبوطه خلاص بستر العجين بتاعي والم العجين بتاعي كويس واغطيه لمدة ساعة او ساعة ونص او ساعتين على حسب الجو وعلى حسب الكمية اللي انت عجناها. تمام كده؟ غطيته، وعبال ما غطيته جهزت حاجتي اللي هي الصواني بتاعتي، النخالة، الردة، الفرشة بتاعتي، كل الكلام ده كله. شفت لو انا ورايا مصلحة عملتها، وجيت على طول للعجين بتاعي. مش بسيبه فترة طويلة قوي علشان لو سبته فترة طويلة قوي ممكن يشر مني على الفرشة ويبهدل الدنيا. تمام؟ جيت هنا فرشت الصواني بتاعت النخالة، لازم تنخليها علشان لو فيها اي حاجة زيادة او فضلات مش موجودة معايا من الخبيز بتاع المرة اللي فاتت، حتة عجين او كاني او ماني، الحاجات دي كلها بنخلها علشان تكون الحاجة نظيفة معايا. وفي الوقت نفسه لو فيها نخالة حرشة بتطلع معايا في الغربال فوق او في المنخل فوق بتاع الردة، وبتبقى النخالة بتاعتي نظيفة وعيشي بيكون نظيف. هنا انا جبت شويه زيت. لو عايزه تقطعي على دقيق مفيش مشاكل، بس كل صينيه غطيها بصينيه قدها. لو هتقطعي على زيت مش محتاجه انك انت تغطي الصواني، لكن في الوقت نفسه اقفلي باب الاوضه اللي انت مقطعه فيها جوه، وكمان اطفي المروحه. ماشي؟ لو انت بتقطعي جوه في البيت علشان العيش ما ينشفش منك، ودي اهم حاجه في عيش الصيف او الشتاء عموما، ان انا احط العيش وافتح عليه المروحه، ده بتخليه ينشف من على الوش ويشقق. لو انا قطعت العيش في مكان بره فيه هوا ورطب، بره فيه شمس وهوا، برضو بيشقق معايا وبينشف. علشان كده بقول لكم قطعوا في مكان جوه على جنب، في اوضه جوه على جنب، واقفلوا باب الاوضه دي، ورقموا الصواني بتاعتكم واطفوا المروحه. ولما تيجي تخبزي عند الفرن هتجيبي الاولاد هيجيبوا لك صينيه بصينيه. تمام؟ لو انا حتى مقطع مثلا في صاله والفرن عندي في الصاله او في اوضه على جنب، اقطع فيها عادي، بس بقفل باب الاوضه. ولو فيها مروحه بطفيها طبعا، ولو فيها شباك بقفله، بحيث ان انا اقفل على العيش عشان يفضل بنفس اللمعه بتاعته دي ونفس الجوده بتاعته الجميله الحلوه، ما يشققش من على الوش. طيب لو انا غصب عني والعيش بيشقق مني، حاولي تغطي صينيه على صينيه. يعني انا لو مقطع صينيه زي كده بحط صينيه تاني عليها علشان كميه الهواء ما تخشش للعيش وينشف من على الوش. طيب لو انا مقطع على دقيق نفس الكلام، هتغطي بصينيه على صينيه. تمام؟ طيب لو انا ما عنديش صينيه على قد الصينيه، بجيب حتتين قماش، واحده قطن من الطري وواحده عادي. القطن دي بحطها الاول على العيش علشان ما تلزقش في العيش، والقماشه اي قماشه عاديه تانية ببلها واعصرها ميه واروح فرشاها على القماشه القطن دي، علشان بتخلي لي العيش من تحت رطب، وفي الوقت نفسه مش لازم صينيه قد الصينيه. تمام كده؟ تمام كده. بنقطع بنفس الشكل. طبعا لو انا مبتدئه او بتعلم بقطع القطعه صغننه عن كده شويه، وطبعا ايدي مبلوله زيت، ايدي اللي فيها العجينه بتقابل الايد اللي مبلوله زيت، وبتبصي تلاقي ما شاء الله اللهم بارك خلاص دورت الرغيف كويس زي ما انت شايفه، وبتخلصي بقيه الكميه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. في الوقت ده بعد ما قطعت كل العجين بتاعي زي ما انتم شايفين، اللهم بارك اللهم بارك، طبعا الرغيف كبير ما هو صغير. ماشي؟ على حسب القطعه بتاعتك انت بتحسبي الكيلو دي بيجي معاكي كام رغيف. في ناس بتقول لي احسبي لنا الرغيف الكيلو دي كام رغيف، ده حسب ما انت تقطعي. ممكن اقطع الكيلو دي عندي مثلا 13 رغيف، ممكن اقطع 10 رغيفه، ممكن اقطع 5، ممكن اقطع 4، حسب الحجم الرغيف اللي عندك انت بتقطعي.
سبت بقى العيش بتاعي كده على جنب وقفلت المروحه وسكت الباب وجيت عند الفرن، جبت حته القماشه بتاعتي بتاعه المصلحه بتاعه الفرن وولعت الفرن التلاتة طبعا فوق وتحت وخليته سخن شويه، وبدات بليت القماشه بتاعتي وعصرتها. ولازم امسح الفرن بتاعي كويس لانه طبعا بيقعد مده اسبوع، مده 10 ايام، مده شهر لغايه ما اعمل العيش التاني، فطبعا بيكون كون فيه ترابه او صماده او رماده. تمام، خلوا بالكم من الحته دي عشان الرغيف بتاعي يكون نظيف ويكون حاجتي تكون نظيفه وحلوه، يكونش فيها زلطه، ما يكونش فيها اي حاجه تخلي العيش بتاعي يقرش، او مثلا ترابه من تحت بتخلي العيش بتاعي مش كويس. فهمتوني؟ هغسل ايدي بقى ونيجي للعيش بتاعنا. رحت غسلت ايدي وجيت. طبعا دي كميه الدقيق بتاعتي اللي انا حطاها على حرف الصينيه علشان العيش بتاعي ما يلزقش على المطارح بتاعتي وما يلزقش في ايديا كمان وانا بلقط. تمام، ببدأ كده بحبة نخالة على ايديا وابدا القط الرغيف زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طبعا عينك بتوريكي احلى من ما انا بشرح لك كمان، يعني انت شايفه الفيديو خلي بالك، مش عايزه تسمع الصوت وطي خالص الصوت وشوفي ايدك بتتحرك ازاي واعملي زيها. ماشي؟ وانا طبعا مش مسرعه لكم الفيديو عشان تاخدي بالك. ببدا اول ما بلقط الرغيف بتاعي واحطه على المطرحه دي اول حاجه بعملها ببطط الحروف بتاعته علشان الرغيف بتاعي ما يكونش تخين من الحروف ورقيق من الوسط. تمام كده، وببدا اخبز براحتي خالص، واحده واحده براحتي خالص لغايه ما اتعلم. في ناس بتتعلم في ايه بقى، يعني بعد ما تجيب العيش جاهز بتحطه على المطرحه وتخبز فيه شويه وهو مستوي وجاهز، يعني هي شارياه من الفرن جاهز او هي عاملاه جاهز. تمام، بتبدا تحط الرغيف على المطرحه وتجرب تخبز واحده واحده بايدها كده الرغيف مستوي، حتى لو وقع منها مش هيتبهدل، وتكون طبعا في مكان نظيف، وتحط الرغيف على المطرحه وتحاول تخبز زي ام يوسف كده. بص تلاقيها بدات تريح الرغيف وتتعلم ويبقى شاطره قوي. ماشي؟ احنا كانت امنا بتعلمنا، يعني مثلا بتعجن لنا حته طينه، معلش انا اسفه في اللفظ، بس بتخلينا على اي حاجه كده، على حته خشبه، على حته صفيحه مطبقه كده مبططه، وتعلمنا عليها واحنا لسه سن 4 سنين 5 سنين. ماشي؟ وبدانا نمسك المطرحه ونخبز ونبقى تمام. فانتوا برضو هي الموضوع مش صعب ولا حاجه، عايزين بس انكم انتوا تتوكلوا على الله كده وتبداوا تسموا الله وتبداوا تخبزوا، هيبقى سهل خالص عليكم وتتعلموا حاجه لبيتكم ولولادكم. لان لو ربنا عطانا العمر طبعا بيبقى عمر طويل، فكل يوم هنشتري حرام وخساره. الرغيف بقى ب2 جنيه وب3 جنيه اللي هو الرغيف الكبير شويه، الرغيف الصغير بقى بجنيه، وبيني وبينكم ما يجيش 4-5 لقمات، يعني حرام الواحد مش هيشبع. لو الصبح ب5 ترغيفة مثلا يعني، والظهر ب5 والمغرب ب5، يبقى يعني هتجيبي عيش قد ايه لكام نفر عندك في البيت؟ فحرام يعني. علشان كده بقول لكم حاولوا تشتروا دقيق وتعملوا في البيت، بيكون اوفر واحلى واجمل. وبيني وبينكم لو قمتوا حتى في نص الليل وعايزين تاكلوا بتجيبوا الرغيف من الفريزر على طول تأمروه بكل سهولة، مش بتبقى عاتلة الهم. الاول كنا مثلا بنقول ما فيش عيش في الافراح خلاص نجيب فينو، الفينو الوقت ما بقاش بياكل ولا بيشبع ولا اي حاجه خالص، وبيني وبينكم مضر على الصحه لانه هو عيش ابيض صافي، يعني ما فيهوش قمحيه بلدي ولا فيهوش حاجه تكسر الزيرو بس شويه. فهمتوني؟ فعشان كده لما تتعلمي في بيتك بتكون جميل ما شاء الله، بنطلع الحاجه جميله وحلوه قوي. ولما بيتحط كمان في الفريزر ويوم واتنين وبتجيبيه وتطلعيه على الرخامه بس على حته قماشه نظيفه كده بتاعه العيش، وتسيبيه حوالي 5 دقايق ما شاء الله، مش محتاج تأمريه تاني، بيكون مش محتاج يتأمر، يعني بيكون جميل. تمام، ببدأ نفس الشكل كده، ببدأ اخد الرغيف على المطرحة طبعا الأولى اللي هي الصغيرة، بتخلي لي الرغيف يبدأ يتفرد نص فردة بس، كفاية عليه نص فردة، وابدأ ارش نخالة جديدة بدقيق جديد للمطرحة التانية، وببدأ حاجة بسيطة قوي، مش برش نخالة كتير علشان ما يكونش تحت الرغيف نخالة كتيرة وتترمي في الفرن وتتحرق تحتيه ويبقى لونه اصفر وممرر ومش حلو. فهمتوني؟ رشه خفيفه وبسمي الله، وبمسك المطرحه بايدي اليمين او الشمال على حسب ما انت مولفه، والايد التانية بتسند معايا المطرحه، وبرفع 1 2 3 لغايه ما ببص الرغيف. هو ما شاء الله انا ايدي بتاخد بقى، يعني مره في مره ايدي بتاخد. هي اصعب حاجه في الخبيز عموما هو الرح، انما العجين سهل، التقطيع سهل، اللقط سهل، كل حاجه سهل، بس عشان تريحي الرغيف بيحتاج منك مهله شويه او فتره شويه. بس طبعا سمي الله، اول ما تمسك المطرح سمي الله كده وتبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى عدلك كل حاجه. تمام، نفس الشكل باخد برضو الرغيف، ما بتخافيش خالص، وكل حاجه ما تقوليش ان كل حاجه صعبه، لا هي الحاجه ليها هيبه بس طول ما انا بعيده عنها، انما اول ما اقرب منها وامد ايدي عليها خلاص على كده بتكون سهله وبتكون بسيطه وكل حاجه سهله. وكل الناس دي اللي هي متعلمه وبتعمل في بيتها دي وموفره لبيتها المصلحه، لا هي احلى منك ولا هي فيها حاجه زياده عنك ولا هي اتعلمت كده، ما كلنا بوظنا في الاول.
تمام. كلنا بوظنا عيش في الاول، وكلنا باظ مننا الاول العيش، وبعد كده عملنا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. تمام. فما تخافوش، يعني الدنيا سهله باذن الله وكل حاجه سهله. بعد ما بخلص العجين بتاعي بنفس الشكل كده باخده واحطه على حته قماشه كبيره ولا دفايه كبيره متخصصه للعيش. ما بجيبش خالص من حاجه التانية اللي هي مثلا لازم تكون حاجه متخصصه للعيش عشان ما يكونش ليها ريحه حاجه غريبه بتخلي العيش يلقط معايا. تمام. وببدأ ان انا افرد العيش كله بتاعي لما يبرد. بعد نص ساعة كده لما يبرد طبعا بهوي عليه علشان ما يكونش عليه دبانة ولا حاجة ولا ترابة. ولما بيبرد خالص بحط الرغيف الوش في الوش والظهر في الظهر، وببدأ احطه في شنط نظيفة تبع العيش بكون غسلاها ومنشفاها والدنيا تمام. بحط العيش بتاعي في الفريزر وكمية صغننة بس تحت في التلاجة من تحت، لان في الصيف اللي احنا فيه ده ممكن لو انا حطيت كمية كبيرة تحت في التلاجة بتضرب عفن على طول تحت، لان الخميرة اللي فيه برضو مع جو الصيف بتبوظ العيش. تمام كده. فعشان كده نحط العيش في الفريزر، ولما نحتاجه بننزله قبلها بدقيقتين بس، 3 دقايق بالكتير قوي قبل ما بتحتاجيه، خلاص على كده بتلاقيه فك. وفي ناس بتجيبه تحطه في الفرن على طول، يعني بتولع الفرن وتحطه في الفرن على طول، ما بياخدش دقيقتين تأمير وخلاص على كده بيكون جميل والكمية كلها عندك متوفرة، وفي أي وقت بتحتاجي بتجيبي من الفريزر. ما شاء الله العيش جميل زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة جميلة وحاجة حلوة. نفس الشكل بنكمل نفس الشكل براحتي كده، وبخبز الرغيف شوية على ايديا وبرميه في الفرن زي ما انتم شايفين بالظبط. طبعا الفيديو بيوريكي اكتر من ما انا بوصفلك. اي معلومة انت هتاخدي بالك منها، اي طريقة بتتخبز او بتتقضي المصلحة انت هتاخدي بالك منها، حبة عينك بتوريكي، حبة عينك بتوريكي الطريقة بتتعمل ازاي، وبتبدأي ما شاء الله اللهم بارك تعمليها. ناس كتيرة عندنا اتعلمت على القناة كده وهي بتتفرج معانا على الفيديوهات كده، وتسمع الفيديو مرة واتنين وتاخد في بالها من الطريقة وبتبدأ تعمل كل حاجة. عجينة الصيف بتعوز تكون متماسكة شوية عن عجينة الشتاء، لأن عجينة الصيف زي ما قلت لكم الجو بيكون حر، بيخلي العجينة ممكن تتبشم معايا على طول أو تسيح مني على طول. علشان كده بقول لكم عجينة الصيف خلوها يابسة شوية أو متماسكة شوية عن عجينة الشتاء. تمام. وسيبيه يرتاح براحته بقى، بس مش قوي، مش هسيبه نص ساعة ولا ساعة بص تلاقي العجين بشم مني وبرضه العيش مش هيظبط معايا. يعني آخر رغيف بقطعه ربع ساعة بس لغاية ما أبدأ أخبز. تمام. في الربع ساعة ده ببدأ أعدل الفرن بتاعي وأبدأ أظبط الردة بتاعتي والنخالة ودقيقي وحلي ومحتالي كده، وبروح على طول مهدية الفرن من تحت ومعلياه من فوق وببدأ أخبز زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك. كل حاجة توريكم. صلوا بينا على الحبيب، وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك حلو منك طبعا، واشتراك في القناة لو انت جديدة عندي. ولو انت جديدة مريلك مرة في القناة كده هتلاقي حاجات كتيرة خالص تستفادي منها. بنعمل جبنة وبنعمل رقاق وبنعمل فطير وبنعمل حاجات جميلة على القناة. لو حبيتي تتعرفي على أي معلومة، قرص فلاحي، كماج، عيش بكاكين، كل الحاجة احنا عاملينها على القناة. أي حاجة تحتاجيها اطلبيها بس كده بالاسم واكتبي معاها أم يوسف في الريف هتلاقينا إن شاء الله جينا لك على طول. وبنقول المعلومة بما يرضي الله، يعني بتكلم دايما في الفيديو بما يرضي الله، وأقول لك كل معلومة عندي أنا بقولها لك كأنك قاعدة معايا بالظبط، وكأنك أخت ليا، مش حكاية متابعة على القناة ولا على الصفحة. يلا حبايبي، يعتبر الفيديو بتاعنا انتهى. هنخزن العيش بتاعنا ونحطه في الفريزر زي ما قلت لكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد بصحة وسعادة وسلامة. مع الف سلامة حبايب قلبي، مع السلامة.